شباب هسه اني طلعت اليوم على ترقيم الدراجات وهسه بمرور الغزاليه موقع الفحص. اول ما تطب بوجهك الموقع الفحص بعد ثواني طبيت ما ادري. هاي دراجتي، هاي دراجات الشباب هنا مو هوايه تقريبا كلهن 7-8 دراجات. هسه خلينا نشوف الاجراءات شنو بالنسبه لموضوع الترقيم. هو لحد الان ما اخذ ولا فلس، مجرد اول ما اجيت للمرور قال طبوا بدراجتك قبل الفحص. وهاي هناك الفحص يفحصون الدراجات وبعد ما نعرف. وخليكم وياي نشوف شنو يصير. شباب هسه ورا ما رجعنا من دائره المرور، الاجراءات اللي صارت بعد ذاك الفيديو. اول ما تطب بس ساحه الفحص، لا لك علاقه باي احد من البرة ولا لك علاقه باي شيء، وبدون اوراق نهائيا وبدون مستمسكات مالتك اي شيء، وبدون دينار احمر تاخذ وياك. مجرد تروح انت والدراجه. اول ما راح تطب ساحه الفحص راح يسحب لك استماره مجانيه. هاي الاستماره مثل ما تشوفون، هاي استماره الفحص والكشف على الدراجه. المطلوب منك اهم شيء قبل لا تروح تشيك رقم الشاسه مال الدراجه مالتك يكون موجود ومحضره ومنظفه حتى لا ياخروك ولا يشلعون قلبك. وتفاصيل الدراجه، حجم المحرك، كم سلندر، هذول كلهن. مثلا الماكينه اذا كانت عندك وسخه نظفها حتى يبين حجم المحرك. رقم الشاسه، انا رقم الشاسه هنا طلع عندي جوا الكشن. اكو دراجات هنا، اكو دراجات جوا، ما تعرف كل دراجه بمكان رقم الشاسه مالتها. راح يكمل لك هاي الاستماره، وراها راح يقول لك روح للصادره، يختم لك ابو الصادره، ابو الوارده يختم لك. تروح تظل طب جوا الدائره، شباك التسجيل، شباك السرقات، وراها شباك الانتربول. الانتربول الدولي، خاف مطلوبه الدراجه دوليا يعني محجوزه مسروقه او تهريب يدقوها. كل ذني ما عليها اي شيء. خلصت وراها تروح للتسجيل، يسوي لك طلب تسجيل، ينزلوا لك تفاصيل الدراجه بيها ورقتين ذني، يسوي لك كتاب تسجيل بالدراجه تفاصيلها، وتعهد خطي بانه انت مالك الدراجه الشرعي. هذا الحكي اي اثبات ما يردون من عندك، مجرد هذني قلت لك بيهن هم يسوون لك اياهن، اسمك وتفاصيلك، لون الدراجه، طب الدراجه للفحص. راح تكمل هاي الاجراءات كلها، راح يعطوك هذا الكتاب تحطه في فاير، راح يسوي لك ارساليه للجمارك. انا يسووا لي ارساليه قال لي بعد 5 ايام روح تراجع جمارك ابو غريب اللي اعتقد بالحصوه، راح يسوي لها قرصها بالجمارك. وهاي